ولد أيوب أميموني في 30 نوفمبر 2004 ويلعب كجناح هجومي. المسيرة الكروية. بدأ مسيرته في أندية صغيرة بألمانيا، وبرز اسمه مع رديف هوفنهايم عام 2024 ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة الألماني، بعدما سجل 7 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة خلال 28 مباراة، قبل أن ينتقل إلى أينتراخت فرانكفورت في خطوة اعتبرت استثماراً في لاعب مشروع مستقبلي. ومع فرانكفورت سجل 9 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 18 مباراة فقط، ما جعله يفرض نفسه بسرعة على مستوى الكرة الألمانية. الانضمام للمنتخب الوطني. أحدث المدرب محمد وهبي مفاجأة كبرى حين وجه الدعوة لأول مرة لهذا الجناح الأيمن الشاب البالغ من العمر 21 عاما لتمثيل المنتخب الوطني دون المرور عبر الفئات السنية الصغرى، في خطوة جريئة لضخ دماء جديدة. ويدخل استدعاؤه ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى بناء نواة صلبة للمستقبل، استعدادا لاستضافة المغرب لنهائيات كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال. رأي المدرب وهبي فيه. قال وهبي عنه: إنه شاب ديناميكي سريع ويفهم بسرعة كبيرة ما نطلبه منه. لديه قدرة على اللعب في العمق، ويقوم بالواجبات الدفاعية والرجوع بسرعة. المميزات التكتيكية. يبدو أميموني نموذجا للاعب الحديث الذي يجمع بين الفعالية الهجومية والضغط، مع معدل تسديد مرتفع ولمسات متكررة داخل منطقة الجزاء، ما يجعله خيارا مناسبا في منظومة تعتمد على السرعة في التحول والضغط العالي.